تسوق أسبوعي طريق موسيقى وضحكات وعطلة على مزاجنا، شواء بالطبيعة، نار وريحة طيبة، جو أحلى ووقت بيمشي بسرعة، يوم بسيط بس ممتع كتير. خليكن معي. وأهلا وسهلا فيكن يا حلوين بفيديو جديد. معكن ناريمان، كيفكن؟ شو الأخبار؟ وهون بلشت الفيديو بالتسوق المهمة بعض الشيء مملة، وبجيب الجلطة أوقات بالذات بهي الفترة. ليش يا حذركم؟ لأنه الأسعار صايرة خيالية عن جد يا جماعة. على كل حال ما رح أحكي بهذا الموضوع، موضوع الأسعار والغلاء أنا كتير بكرهه يعني، بس إنه ما فينا يعني نتفاداه بالمرة يعني. فهون بقى كنا عم نجيب الأغراض الأسبوعية تبعية البيت. وبصراحة أنا من أول ما تزوجت تقريبا متبعة أسلوب إني بسجل الأغراض دائما على التليفون. الشغلات اللي ناقصتني، الطبخات اللي بدي أعملها عن أسبوع، يعني من أول أسبوع بفكر شو رح أعمل، يعني إن شاء الله طبعا بإذن الله لآخر الأسبوع كل يوم طبخة مثلا. لأنه أولا ما بنحب نحن كل يوم نضيع وقت نفوت على الماركت، هي أول شي. وتاني شي لأني مشان ما كمان ناخد من طاقتنا، يعني كتير أنا متعقدة من هي الشغلة تبعت إنه شو بدي أطبخ اليوم. هي كتير بكرهها، شو بدي أطبخ اليوم محتارة. فهيك أنا بكون مجهزة لأسبوع إني شو ناكل إن شاء الله. فبجيب على هالأساس بكتب شو ناقصني للطبخات اللي بدي أعملها، وبجيب على هالأساس الأكل يعني والمواد اللي لازمتني. وهي أول مرة بجرب بصراحة. هاي الصودا هي منظف للغسيل الأبيض، فما بعرف كيف رح يكون. بالنسبة للبرادة عندي يعني كتير كتير عم يضايقوني، فعم حب إني أجيب لهم شي يعني نظفهم أكتر من إنه دواء الغسيل بس. أنتم مجربينه ولا لا؟ احكوا لي بالتعليقات. وعم فرجيكم هون إنه جبت الشمسية وما شتت، يعني سبحان الله، وقت اللي ما بنجيبها بتشتي، وقت اللي بنجيبها ما بتشتي، هيك بالعكس الأمور. وبعد ما خلصنا من الاي اس بي رحنا على البيم. طبعا جنب بعضهم هن قريبين، في بضاعة يعني بالبيم احسن، في شغلات بالاي اس بي احسن، فبنجيب من هون ومن هون. ولابد انه نعمل جولة بالعروض. ومثل ما شفتوا اخذت ماسكين، واحد بجوز الهند والتاني بفيتامين سي. انا بحب انه دائما يكون عندي موجود بالبيت الماسكات هدول. ليش؟ لاني دائما يعني البشرة مثلا بتمر علي مرة بالاسبوع او مرتين بتكون تعبانة فيها الشحوب مثلا، فوقت لما نحط الماسك هيك بتنتعش من اول وجديد. هي اكيد الماسكات معنا معالجة، بتعرفوا انتوا هذا الشيء، ولكن اني بتساعدنا وقت تكون البشرة تعبانة اني نرجع النشطة هيك شوي، وبتعطي حيوية. يعني هي شغلة مؤقتة، يعني شغلة الماسكات. وشو قصة القطط يا جماعة؟ وقت اللي يفوتوا على الماركت عن جد بيتعقد منهم أنا. وهون بعد ما خلصنا المشتريات، طبعا المهمة كمان الثقيلة إنه نعبي الأغراض بالأكياس. وبعدين رحنا على البيت وحطيت الأغراض كلياتهم محلها. ومثل ما كنتم شايفين هي تاني يوم. طبعا هون كان عطلة، فإجا ابن حماي الصغير لعنا. و يعني أنا من قبل بيوم بصراحة كنت مخططة إنه نطلع هي الطلعة، يعني نطلع على مكان. هذا المكان بجنن يا جماعة، يعني طبيعة، غابة صغيرة فيها بحيرة مأمنة يعني، مسيج حواليها، القعدة فيها كتير حلوة مثل ما كنتم شايفين. فكنت حاطة ببالي، هي قريبة علينا ما أنا بعيدة كتير، كنت حاطة ببالي إنه نروح ونشوي، نعمل هيك قعدة يعني ونشوي ونستمتع بالأجواء الحلوة. صحيح كان برد كتير ومطر، عفوا مطر ما كان فيه، بس تحسوا انه غيم ويعني رح تشتي. بس كانوا كاتبين بالنشرة الجوية عنا بالتليفون انه المطر نسبته قليلة، ولو شتت يعني عادي المقاعد في إلها يعني مثل الشمسية. فبالعكس انا بحب هي الاجواء يعني بالمطر، بس اكيد ما يصير مطر كتير لانه بعدين بنغرق، يعني بصير في طين والتراب كلياتها بتعبى مي، فمشكلة. بس اما مبين الجو يعني ما كان انه مطر كتير. والحمد لله من الصبح يعني نحن الساعة 11 تقريبا 12 كنا هناك، للساعة 5:30 تقريبا رجعنا ما نزلت ولا نقطة مي. يعني قعدنا بجو بجنن، بس كان في ضباب مثل ما نكون شايفين، وكان رطوبة عالية وبرد. بس شغلنا المنقل والنار وقعدنا جنب النار، وكانت القعدة غير شكل. وطبعا يعني يا جماعة أنا صحيح كنت مخططة من قبل بيوم، بس بيني وبين نفسي يعني زوجي عم يقولي لا ما راح نروح. حتى أنا يعني كنت حابة إنه نجهز أغراض من قبل بيوم، ما بحب أنا إنه جهز الأغراض هيك على السريع. مثلا إذا كنت رايحة على مثلا سيران أو مثل ما كنتم شايفين هيك مثل هذا اليوم، بحب إنه أكون مجهزة هيك بتأني، تبل الفروج بالبيت، أفرم السلطة جاهزة بالبيت. عرفتوا كيف يا جماعة؟ هيك بحب. ما بحب إنه انعجق برا يعني بهيك مكان، إنه مثل هلأ مثل ما كنتم شايفين يعني كل شي صار انه هيك يعني التجهيزات بسرعة، لاني زوجي قرر فجأة انه يقتنع مني ويروح بهذا اليوم. ورحنا يعني ولبسنا وجهزنا الأغراض يعني خلال وقت قصير جدا. فيعني نسينا مثل ما كنتم شايفين الركوة، وجبنا بس ابريق الشاي. فعملت القهوة هون بالركوة بالابريق بس. وطبعا بالابريق يعني ما بحبها لاني بيفقس الوش تبعها دائما.
بس مضطرين يا جماعة. وطبعًا هون كنت أنا ماني شربانة حتى القهوة، يعني لإني قُلت خلّيني أشربها وين، بهالمكان الحلو الظريف. وعملت القهوة متل ما انكم شايفين، وزوجي وابن حماي كانوا عم يجهزوا النار لحتى نبلش نشغّل الشوي. وشو حلو فنجان القهوة والصباح بهيك مكان خيالي. لك جايب الشجرة كلها معك؟ عمر جاب الشجرة كلها معه عبد. هون كنا عم نجمع حطب لحتى يعني ما تطفى النار ابدا، لانه كتير برد يا جماعه، وابن حماي كان لابس رقيق كتير، ما كان متوقع انه يكون برد بهذا المكان. هو برد بشكل عام بس لسه هون البرد اكتر. فيعني راح جاب مثل ما شفتوا غصن شجره كامل يا جماعه مشان يحرقه ويدفي حاله. وهون بقى مثل ما شايفين عم نسوي القهوه غير شكل يا جماعه، عن جد الريحه بهيك الاجواء. الله على ريحه القهوه هيك بالخضار، والفناجين عم تستنانا. وأنا بالنسبة لإلي كنت مأمنة على حالي ولابسة منيح لأني متوقعة هذا البرد. فكانت الأجواء يعني عن جد يا جماعة رائعة. طبعا القهوة هون بالأبريق بتعرفوا انتو لابد انها تفقس، فلا تدققوا كتير اني ما طلع وش بالقهوة. بس كانت القهوة طيبة وبردت بسرعة يا جماعة، يعني على الجو البارد لبين ما انا صبيتها واخدت لكم كم لقطة يعني بردت. بس انا من الناس اللي بتحب القهوة يعني باردة او فاترة. وهون بعد ما خلصت القهوة وعن جد شي بشهي بشتهيكم معي بهالفنجان اللذيذ. وهذا الكلب يا جماعة هو جرو صغير، يعني أول ما شفناه يعني عن قريب تفكروه مثلا ذئب صغير. ما بعرف يعني شكله عن قريب بيشبه الذئب، فخفت أول ما شفته. بعدين قالوا لي هذا إنه كلب صغير، يعني إيه هو عم يخاف مننا، نحن عم نقرب عليه هو عم يركض يهرب مننا. وطبعًا أخدنا راحتنا على كيفنا لإنه كان متل ما انكم شايفين كلّه فاضي، ما في غيرنا نحن وجماعة بعيدين عننا إذا بنصرخ ما بيسمعونا. فمتل ما انكم شايفين شغّلنا هالأغاني وسوينا هالأجواء، وهي القطة كمان إجت تركت الدنيا كلّها وقعدت جنبنا عم تستنى نصيبها ورزقها من الأكل تبعنا. ضلت قاعدة يا جماعة من أول ما جينا يعني تقريبًا أو من نص القعدة، يعني هيك قبالنا عم تستنى هالمنقل وهالشويات، عم تستنى نصيبها يا حرام. وهون بقى طبعًا يعني ما أمل لكم نحن نسينا كتير شغلات، يعني ما جبت فرامة، في كتير شغلات نسيناها يا جماعة لإني جوزي أعلن الرحيل بشكل مفاجئ. فالتجهيزات صارت بسرعة يعني، والمطبخ قام وقعد. يعني هلأ لا ما أوصف لكم المطبخ يعني جهزنا بسرعة. فلهيك اخترعنا يعني ألفنا من عقلنا، يعني تأليف بيقولوا لكم الحاجة أم الاختراع، فرامة وزبطنا الأمور. وحتى كمان جاي ما جايبين لي جاد للسلطة، يعني جايبين لي هاي العلبة، اضطريت أعمل بهي العلبة السلطة. طب جيبوا لنا جنب علبة. وهيك يا عمر بصير اللي ما بيلبس منيح وما بيحسب حساب للبرد. برد ما برد برد ما ولدانا حالي بيه. يا جماعة يعني كل الوقت عم بتضحك على عمر ابن حماي لأني ما عم يعرف يقعد أبدا أبدا من كتر ما كان بردان. وأحلى شي يعني استحجب، يعني من البرد اتحجب الولد. مشكلة البرد يا جماعة ما بيهنيكم إذا ما كنتوا لابسين منيح. بس بعدين يعني زبطنا الوضع وقعدنا هيك قاعدة بحيث إنه كلياتنا نصير جنب النار وندفى يعني. وهون هي القطة زعلتني كتير يا حرام، قربت عليها هيك وطلع عينها مقلوعة. فيعني قلنا خلص ما رح نخليكي تنطري كتير لما ما تستوي الشويات ونطعميكي معش الأكل ني. ويا جماعة شوفوا كيف خافت يا حرام وقت قربنا، يعني مبين إنه في حدا يعني آذية لهي القطة، بتزعل عن جد. حتى عم تخاف حتى من الناس اللي بدها تحن عليها، عم تخاف. شوفوا كيف في حدا آذية يا حرام، لهيك والله خايفة. وهون طبعا مثل ما كن شايفين نشوي شوي وناكل شوي، يعني عن دفعات. يعني هون كنا عم نشوي قسم وناكل السخن، يعني مشان ناكل الأكل سخن. وكنا جوعانين بصراحة كتير ومنا فطرانين مثل ما قلت لكم، فما استحملنا نخلص يعني هيك نشوي على الأخير ونعمل سفرة مرتبة. يعني كان كلياته هيك ماشي هيك. اي والله يا جماعة، هلا شوفوا انا بحب اني اكل هيك يعني سخن ومن على المنقل وهيك، بس
بفضل انه اكل انه خلص نخلص كل شيء ونظبط سفرة ونقعد، بحس انه هيك بهني اكتر. بس سبحان الله كل واحد له مزاج. وبشكل عام الطبيعة والقعدة بهيك مكان يعني ما بيأثر كيف ما أكلنا، كيف ما كانت الطريقة، المهم الواحد يستمتع بالوقت ويستمتع بشو، بالمناظر الحلوة. الجوانح ما في بعد الشوي. قاد طولوا. لا فوقهم هلا صير فوقهم. بس احترافي هذا. يا جماعة هون طبعا أنا بكون عم بعمل شي، عم جهز شي، فبعطيهم هنن زوجي وابن حماي يستلموا عني التصوير. فمثل ما شفتوا يعني عم يهتموا، عم يساعدوني كتير. زوجي عم يعلمه الطريقة انه لا علي ايدك هيك، خد اللقطة هيك، وعم يقول له لا لا هيك حلو احترافي هذا. فعن جد الضحك عليهم من بعيد، انه كيف حتى هن كمان خلاص صاروا يحبوا التصوير وبدهم يصوروا معي. لك حتى اوقات انا بكون ماني منتبهة على لقطة معينة، مثلا زوجي وابن حماي بيقول لي لا لا ليكي هي اللقطة كتير حلوة خديها، انتبهي هي هون هيك كذا، عرفتوا يعني حتى هن خلاص صاروا كمان تعلموا مني، يعني تعودوا معي انه يحبوا شو التصوير والاشياء هاي. وهون بعدين بقى المهمة الثقيلة جدا اللي أنا ما بحبها، يعني بعد ما نخلص كل هذا الشي وأكلنا وخلصنا طبعا، هون بقى بدنا نلملم ونرجع كل شي لمحله. فأنا توليت المهمة طبعا، هي المهمة الثقيلة، ضبطت اللي بقدر عليه واللي لازم لسه تركته طبعا. وبعد الأكل هذا شو بدها يا جماعة؟ بدها كاسة شاي غير شكل. هلا بالنسبة لللوك ولللبس لا تطلعوا كتير، يعني هيك مكان ما بده اهتمام كتير. وهون كانت آخر وجبة طبعا بنعملها بعد ما خلصنا وشبعنا، فكنا هون شبعانين يعني، فاخدناها معنا على البيت هي الوجبة الأخيرة. وجهزنا ابريق الشاي، قلت له يلا يا زوجي حط لنا اياه على هالنار، عن جد بيطلع طعمته غير شكل، يعني الشاي على الحطب او على النار هي طعمته غير شكل. وصرنا نكسر بقى بهالخشب ونلم بهالحطب من اول وجديد، لاني قعدتنا لسه مطولة. عمر عم فش قهره، عم فش قهره كلياته. طول بالك، طلع الطاقات السلبية كلها هون عمر، لا تكسر اجرك. المتسابق 554. طبعا انا كنت مبعدة خايفة تجيني شي حجرة يعني، فعم صوره من بعيد. متخبية ومتأثر يعني. عمر كتير انت عم تفرج، كان عم يتابع مسلسل الحبار، لعبة الحبار، فيعني متأثر كتير عمر بالأحداث مبين عنك، فقديناها ضحك يا جماعة. وبتعرفوا انتو هيك قاعدة بدها هيك أجواء. وهون بقى الشايات يعني ها بلشوا يغلوا، والريحة الحطب يا الله عن جد هيك مع الأجواء هي والبرد، فعلا فعلا يعني دفى تاني يا جماعة، دفى تاني. ويا عيني على الطعم بهالأجواء، الشاي على الحطب فعلا طعم تاني. وهون بعد ما قعدنا قعدة الرواق هاي وخلصنا كل شي، هون صار وقت يعني هيك نفتح حديث، نحكي لنا شغلة، نتأمل هيك المناظر الحلوة. سبحان الخالق سبحان الخالق. وهون بقى بعد ما ضبضبنا كل شي وجهزنا حالنا للرحيل، حان موعد الرحيل الآن. وطبعا كانت الساعة شي تقريبا 5:30 هيك شي، وزاد البرد بزيادة ونزل الضباب علينا أكتر، يمكن على الكاميرا ما هو واضح، بس عن جد رجعنا على البيت بردانين يعني، خلاص أخدنا يعني برد شوي، بس كتير انبسطنا يا جماعة. وهون بعدين بعد ما جينا ما بقلكم قديش كنا تعبانين، وطبعا ريحتنا كلياتنا حطب وشوي، وحطيت لكم بوجبات الغسيل، ما بقى تخلص وجبات الغسيل، واخدنا كلياتنا حمام. وبعدين بعد هالتعب هذا كله طبعا قعدة الطبيعة الطويلة وهالمشوار بتعب، فنمنا كلياتنا يعني. بعد ما خلصنا كلياتنا كل هالشغلات هاي حطينا راسنا ونمنا. ضبضبت انا شوي اللي بقدر ضبضبه الغراض، وبعدين نمنا وفقنا يا جماعة تقريبا تقولوا شي الساعة 10 من المساء. الحمد لله انه كان تاني يوم عطلة،
لحتى إني نقدر نسهر وما يتخربط النوم يعني، لأن بتعرفوا زوجي وابن حماية عندهم شغل طبعًا يعني. فكان عطلة تاني يوم كمان وعملنا هي السهرة السريعة هيك أكلات بسيطة، وشفنا كمان هيك فيلم حلو، وعن جد قضينا وقت ممتع كتير كتير وصار ذكرى من أيامنا الحلوة. ولهون بكون وصلت لنهاية الفيديو، بشوفكم فيديو جديد. كانت معكم ناريمان، باي باي.